مين هو أنور الكموني اللي سلم جايزة للرموز الإنسانية في مهرجان كان؟ أنور الكموني هو لاعب تنس مصري شفناه مؤخرا خلال مشاركته في مهرجان كان بيسلم درع مانحي الأمل للوزيرة الفرنسية السابقة تكريما لمسيرتها في دعم حقوق المرأة. بدأت مسيرته الاحترافية في 2004 وهو عنده 21 سنة وكانت ماشية تمام، لكن في 2007 تم تشخيصه بسرطان النخاع العظمي وهو بيلعب في بطولة مقدونيا، وطلبوا منه ساعتها بتر أصابعه. رفض على أمل إنه يتعالج في يوم ويرجع يلعب تنس تاني. فعلا بعد 7 سنين علاج كيماوي بيرجع أنور الكموني يلعب تنس تاني في 2014، وقال ساعتها إنه حس إن دي أول مرة يمسك فيها مضرب في حياته. في 2016 رجع الكموني للبطولات الدولية، وفي 2019 رجع للتصنيف الدولي مرة تانية، وبكده بقى أول رياضي في العالم يرجع للتصنيف العالمي للتنس بعد عملية زراعة النخاع العظمي. اتعمل فيلم وثائقي عن قصة حياته بعنوان 7 قرون قبل الميلاد. أصدر كتاب عن مشواره في التنس بعنوان مباراة على ملعب الموت. قرر الكموني يعمل حملة اسمها مانحي الأمل علشان يساعد الناس اللي بتكافح ضد الأمراض الخطيرة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، واللي بسببها هو موجود في مهرجان كان.